هو انت لسه بتعملي الجيلي بالطريقة التقليدية بتاعتنا بتاعت زمان؟ تعالي اقولك هتعملي احلى تحلية باكو جيلي ولتر مية بدل اللبن. تعالي اقولك على احلى تحلية ممكن تعمليها، تحفة وجبارة وطبقات متساوية ومتماسكة، وتقعد معاكي يوم واتنين وتلاتة، ولو عندك ضيوف او اطفالك هتشرفك جدا جدا وطعمها خرافة. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا سمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. بس ما تنسيش تشتركي في القناة، ولو عجبك الفيديو تعملي لي لايك وكومنت حلو زي قلبك. سمي الله. بصي يا حبيبة قلبي، انا جبت بكوين بسكوت اللي هو الواحد اللي هو الفري، بسكوت سادة، اي بسكوت سادة، اي نوع انت تحبيه وتفضليه. عندك كبة اعملي ايديكي، انا فرمته بايدي عادي خالص، بس في متكسر انا متعمدة ان انا اسيبه بالقطع الصغيرة دي عشان يديني طعم. هندوبه معلقتين زبدة سايحة زي ما انت شايفة كده، معلقتين كبار. هتبسي البسكوت كده، هعمله بالمعلقة، وبعد كده ايه هشيل المعلقة وابسه بايديا لحد ما يبقى عامل زي الرملة المبلولة. احطه في ايدي يبقى ايه، يمسك شوية. تمام، يلم معانا زي ما انت شايفة كده اهو. انا حطيت معلقة ونص، وبعد كده ايه حسيت ان هو محتاج، رحت حطيت نص المعلقة التاني. دي اول طبقة معانا. هتجيبي الكوبايات، الكاسات، البولات، اي حاجة عندك متوفرة، ما توقفيش نفسك. انا جايبت عندي الكوبايات دي، وبرضو عندي بولات تانية. انا الكمية دي بسم الله ما شاء الله عملت معايا 6 كوبايات و9 بولات. البولة بتاعت الجيلي دي عملت معايا كمية محترمة، وقعدت معايا مدة. تمام. انا عملت ال6 كوبايات بتوعي دول، غير البولات اللي انا عملتها وحطيتها على جنب. تمام. جبت اي حاجة هتضغطي بيها كده عشان تثبتي الطبقة من تحت. دي بالنسبة لنا كده دي اول طبقة خلصت. تعالي بقى للطبقة التانية. انا معايا لتر مية. انت عايزة لبن مفيش اي مشكلة، بس انا ما عنديش لبن، مش هوقف نفسي. هتحطي عليهم معلقتين سكر، معلقتين كريم شانتيه، معلقتين نشا. تمام. هتدوبي كويس جدا جدا الخلطة دي كده، وتحطيها على نار هادية. هيبقى معاكي قوام كريمي زي ما انت شايفة كده. حطيته على النار لحد ما قلبته وبدأ يتقل معانا وتماسك. بصي جميل جدا. مش عايزة تحطي النشا، مش عايزة تحطي كريم شانتيه، مفيش اي مشكلة. يبقى معاكي النشا ومعاكي السكر. تمام. اهي حطيت الطبقة التانية، سويتها كويس جدا. هتسيبيها على جنب بمقدار نص ساعة او لحد ما تتماسك وتديكي وش. هتجيبي الطبقة التالتة والاخيرة. هتجيبي باكوين جيلي اي طعم انت تفضليه. هتحطي على الباكل واحد كوباية مية سخنة وكوباية مية ساقعة. يبقى عندنا الباكوين عمل معايا 4 كوبايات، 2 سخنة واتنين ساقعة. دوبتهم كويس جدا جدا. لو عايزة دوقي، لو عايزة سكر تحطي معلقة سكر كبير، مش عايزة يبقى كده الدنيا تمام معاكي. هتحطي بس اهم حاجة تتأكدي ان الطبقة البيضة الكريمة تكون مسكت معانا. انا استعجلت عليه. حطيت الجيلي وحطيته في التلاجة. انا بصراحة سبته من بالليل للصبح، سبت الصبح لقيته زي ما انت شايفة كده. بسم الله ما شاء الله، ولا اروع من كده. عمرك في حياتي ما هتدوقي تحلية بالجمال ده. بصي الطبقات متماسكة زي ما انت شايفة، الجيلي واخد راحته وماسك، وجيلي بمعنى الكلمة تحلية. بصي الطبقات كل طبقة ماسكة نفسها ازاي، في منتهى الجمال. فعلا فعلا تستاهل التجربة. بصي دي البولات بسم الله ما شاء الله. انا كنت عاملة 9، يعني كانوا 6 غير دول. فبسم الله ما شاء الله. طبعا انا نمت وقمت لقيتهم 6 بتاكلوا صحة وعافية. فبصي كوباية، بصي انا بوريكي. انا خدت معلقة